بتلاقي نفسك واقع في حفرة، وانت في الحفرة دي بتبقى حاسس بالصدمة والوجع والخذلان والتوهان، وكمان بتبقى فاقد القدرة على اتخاذ القرار من الخروج منها. بتبتدي تحس انك فقدت السيطرة على اتخاذ القرارات، وبتحس انك انت عبارة عن روح في جسم انسان، او انك بتتمنى الموت وبتفكر احيانا في الانتحار. كل ده بقى حاجة اسمها اكتئاب الفقد. خلي بالك بقى، اللي انا بقوله لك ده دي مراحل ما بعد الفقد. تعالى بقى ندخل على مراحل الانكار. بترفض تماما الاعتراف بالحاجة اللي انت فقدتها، وبترفض كمان اي حد يواجهك او يتكلم معاك بخصوص الموضوع ده. تعالى بقى نروح على مرحلة الهلوسة. بيكون عندك احاسيس وتصرفات كلها متضاربة. اوقات تلاقي نفسك بتنام كتير قوي، اوقات لا، بتحزن او بتفرح بشكل بيكون مبالغ فيه، احساس انك انت بتتألم نفسيا جامد جدا، واحيانا ما بيكونش عندك احساس اصلا. تعالى بقى ندخل في مرحلة العصبية. احساس انك انت بيكون عندك طاقة غضب جامدة، وبتكون احيانا واصلة لمرحلة الخطر. في المرحلة دي انت بتكون عندك شعور بالخوف من العصبية على نفسك وعلى اللي حواليك، لانك انت بقيت تأذيهم بعصبيتك الزايدة، وفي نفس الوقت انت ما عندكش القدرة على اتخاذ القرار بانك تهدى او تعمل كنترول على اعصابك. فالموضوع ده بيخليك توصل لمرحلة ان او رغبة في انك انت تنعزل، تبعد عن كل الناس، لانك انت مش عايز تأذي الناس اللي بيحبوك وانت بتحبهم، بس في نفس الوقت انت مش عارف تعمل ايه. احساسك بالخوف بقى من العصبية دي هيبتدي يخليك تدور على الامان، فتبتدي تدور على اكتر حاجة بتحسسك بالامان. ممكن بقى الحاجات اللي بتحسسك بالامان دي ممكن يكون صديق من بتوع زمان، ممكن يكون مكان انت كنت بترتاح فيه. فلما بتروح للمرحلة دي وبتحاول تدور على الامان وما بتلاقيهوش، بتبتدي بقى تخش في مرحلة تانية، وهي بقى مرحلة الإهمال. تبتدي بقى تفقد الشغف والاهتمام بكل حاجة كنت بتعملها وكنت بتحبها. مثلا كنت بتحب انك تهتم بلبسك ومظهرك، فما تهتمش. كنت بتحب السفر والخروج مع اصحابك، فتفقد الشغف معاهم حتى لما تعمل ده، وما تحسش انك مبسوط. ندخل بقى في مرحلة كمان، هي مرحلة الدونية وإهمال الذات. ندخل بقى في مرحلة المؤثرات الخارجية، زي مثلا: هو انت مالك عامل كده ليه؟ هو انت هتفضل سايب نفسك كده؟ هو انت عينك مليانة حزن ليه؟ هتفضل مستسلم؟ تبتدي تسمع كمية كلام سلبي ويضغطك نفسيا أكتر. تبتدي هنا بقى تاخد القرار بتاع الانعزال التام عن كل الناس اللي حواليك. تبتدي هنا بقى تخش في مرحلة الانتقام من نفسك، وإنك بتفكر تأذي نفسك بأي شكل، وأحيانا بتفكر في الانتحار. ندخل بقى في مرحلة الشعور بالإحباط، ودي بتكون افضل مرحله. طيب، ليه بقى دي بتكون افضل مرحله؟ لانك انت هنا بتبتدي تقارن نفسك بنفسك، وتبتدي تتكلم مع نفسك وتقول: لا، انا شخص كويس، انا كنت بانجز كذا، انا كنت بعمل كذا. وتبتدي تواجه نفسك بحاجات ايجابيه شويه، وتبتدي تحفز نفسك على الخروج من الحفره اللي انت واقع فيها دي. ودي مرحله ممكن جدا ترجعك احسن من الاول. بس انتبه، وارد جدا انك انت ترجع لكل المراحل دي تاني حتى بعد ما تفوق. بس ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لانك لما تبقى فاهم الطريق، وتبقى فاهم ان العقبات اللي هتقابلك فيه هي ايه، وتبقى فاهم انك ممكن ترجع تاني، حتى لو رجعت وانت فاهم هتعرف ترجع اسرع من الاول. لانك في الفترة دي انت محتاج تتكلم عن نقاط قوتك، وتتكلم عن انجازاتك مع ناس ما يعرفوش ماضيك، فتبتدي تشوف في عينيهم نظرة الانبهار باللي انت بتحكيه.
يبتدي الموضوع ده شوية شوية يرجع لك ثقتك في نفسك اكتر. المميز بقى في الفترة دي انك انت هتبتدي تسترد ثقتك بنفسك، وتحس انك انت كان عندك انجازات، وتستحق انك تخرج من الحفرة اللي انت واقع فيها دي. وهنا بقى هتبتدي تشوف نقاط قوتك، وتبتدي تستوعب ان الابتلاء اللي حصل لك ده حاجة من عند ربنا، وان ربنا اكيد بيجهزك لحاجة احسن من كده. تعالى بقى ندخل في مرحلة الاحساس بالامل. تبتدي بقى تاخد خطوات ايجابية في حياتك. بس انتبه، كتير هيقابلك المحبطين، ودول مفيش اكتر منهم في حياتك. بس بقى خليك انت ناصح وواعي وذكي، عشان انا عرفتك سر الخلطة، فعرفتك ازاي انك تنجح، وعرفتك ازاي تخرج من الحفرة وما تقعش فيها انت تاني بقى. تعالى بقى اقول لك عن المرحلة الاخيرة اللي انت بيها تبقى تمام. اول ما تحس ان قصتك قصة تتحكي وبتاخد منها عبرة وبتقولها للناس، اعرف ان انت كده بقيت تمام. مبروك يا بطل، انت خرجت من الحفرة وهترجع احسن من الاول واقوى. ما تنسوش بقى تبعتولي قصتكم انتوا كمان، وكل واحد منكم كان في حالة زي دي وكان جوه الحفرة وخرج منها وبقى اقوى. يا ريت تبعتولي ونتكلم في المواضيع دي كتير مع بعض في فيديوهات تانية، عشان خاطر قصتنا تبقى عبرة لغيرنا. السلام عليكم.